برنامج الحكاية. بجد كان قلبي هيقف، أعصابي تعبت، بقية الشعر اللي باقي في دماغي وقع. بصراحة المباراة بتاعت الزمالك النهاردة كانت مفزعة ومرعبة، ولكن في النهاية أسود أفريقيا، وحوش الغابات، أساتذة الكورة، لعيبة أفريقيا، اللعيبة الموهوبة المحترمة المحترفة، لعيبة نادي الزمالك تحصل على الكونفدرالية وتجيب الكاس لمصر. ويبدأ هذا النادي يستمتع بوجوده، يستمتع بقوته، يستمتع بتاريخه، يستمتع بفنياته. مين أحمد حمدي ده؟ مين محمد شحاتة ده؟ مين الشباب اللعيبة دي؟ هو مصر كلها فيها لعيب زي زيزو واللي عملوا زيزو النهارده؟ ايه الفرقة الجامدة دي؟ آن الأوان إن الفرقة دي تتنفس، آن الأوان إن الفرقة دي تاخد مكانها، آن الأوان إن الفرقة دي تعرف إنها كانت بتتكعبل تاريخيا، كان بيتحط لها كل العوائق علشان ما تطلعش، ما تقبش، ما تظهرش. ولكن النهارده يا زمالك، النهارده البداية عشان تعرف انت مين، انت مستواك عامل ازاي. قول لي مين لعيبه في مواهب اللعيبه اللي انت شفتها النهارده؟ قول لي مين في مصر عنده المواهب دي؟ قول لي مين في مصر بيعرف يلعب الكوره دي؟ فرقه قويه، هي محتاجه بس شويه ثقه، هي محتاجه بس تعرف انها مهمه، هي محتاجه بس تعرف ان هي كمان عندها حظ، ان هي كمان عندها توفيق، وان الفانيلا البيضاء اللي بخطين ليها نصيب في الحياة وتقدر تكسب وتاخد بطولات. النهاردة اللعيبة ادت كل اللي عندها، لدرجة ان اخر 10 دقايق خلاص اللعيبة بتوصل للجون بتاع نهضة بركان ومش قادرين يكملوا، تعبوا مجهود كبير، لكن اتحط مجهود، في حرفنة، في موهبة، في فرقة تستحق. الفرقة دي قاعدة سنين ما بتاخدش حقها لأسباب كتيرة كل الزملكاوية عارفينها. إنما النهاردة آن الأوان بقى إنك ترفع راسك فوق وتبتدي تواجه، تبتدي تاخد مكانك، تبتدي تنافس، تبتدي تعرف مكانتك. مفيش حاجة اسمها أصل أنت الوسيف، أصل أنت بس بتاع المركز التاني، أصل أنت ما عندكش نصيب، أصل أنت الإدارة بتاعتك دايما مش قد كده، أصل أنت لا. من هنا ورايح زمالك زمالك زمالك، وغني عن القول. بص شوف جمهور الزمالك قد إيه، علشان بس كل الناس اللي تقول لك ايه 99.9 من مصر بيشجعوا، لا. بص النهارده في الاستاد، بص شوف جمهور الزمالك قد ايه. الناس دي كانت مستنيه نصره قويه وفرحه عشان يخرجوا من بيوتهم ويقفوا وراء النادي بتاعهم، ويقفوا وراء الموهبه، يقفوا وراء المدرسة دي يا جماعة عمرها ما كانت ضعيفة، وعمرها ما كانت تعبانة، وعمرها ما كانت ما بتعرفش. الزمالك بيعرف وبيقدر، بس دايما كانت ظروفه صعبة، ودايما كان بخته مايل. إنما دلوقتي احنا بنعدل الميلة، ومن أول وجديد يبدأ جيل جديد ينضم للزمالك، يبتدي شباب يعرفوا مين هو الزمالك، لانه دايما يقولوا له ايه؟ الزمالك ده فريق الفريق ده بتوع البليه، بتوع الناس دول اسمهم ما لهمش، دول عندهم خناقات على دول قاعدين في لا. من النهارده انت فريق بروبر، كامل متكامل باشا، تاريخ، فانيلا عريقه، نادي جبار، نادي عظيم، نادي يقدر، نادي فيه مواهب، نادي فيه لعيبه. النهارده تشوف الاداء، النهارده تشوف الشباب الصغير اللي لسه طالعين وهم متطحمين بالمعلمين. طول عمرنا كان عندنا المواهب،
من ايام علي خليل وفاروق جعفر وحسن شحاته، كل اللي انت عايزه، قول الاسامي اللي انت. كان عندنا دايما ناس بتوع قيمه. قيمه، هو ده نادي الفن. على فكره اما بنتكلم على نادي الفن والهندسه، هذا ليس من قبيل التفخيم او نادي عنده جمهور عظيم. اديله الفرصه بس واتفرج عليه زي ما شفت النهارده. انت النهارده كنت متوقع تشوف كل الجمهور ده؟ تحيه لجمهور الزمالك، هو اللاعب رقم 1، مش 11 ولا 12 ولا 13. كنتم الجمهور رقم 1، ومن هنا وطالع اعمل حساب الزمالك عندك. من هنا وطالع هات الجدول واعمل حساب الزمالك عندك. الزمالك مش سهل، الزمالك كان محتاج ياخد نفس، الزمالك كان محتاج إمكانيات، الزمالك كان محتاج إدارة، الزمالك كان محتاج حب، الزمالك كان محتاج تكسير الشلل والشلالية والحاجات. دلوقتي خلاص انت نادي بروبر، هم دول أسود أفريقيا، هم دول المعلمين. الروح اللي كان بيتلعب بيها النهارده، الاتاك، والناس كانت بتخش على الكوره ازاي بتموت نفسها. الدفاع بتاع الزمالك النهارده فتوح وسيف الجزيري في الهجوم وكل وشلبي والمسلوسي العظيم، وزيزو. عايز تغيظه هات له زيزو. قول لي مين زي زيزو؟ اطرح اسم لعيب مين زي الراجل ده. انت عندك لعيب الماظ، لعيب عبقري، عندك كل الامكانيات دي وكنت بتضيع وكنت تايه في غياهب الظلمات. الان كان الزمالك محتاج بس البطوله دي علشان يبقى عو. انت قدام العو بقى، خلي بالك من العو. العو جامد، العو رجع، لانه كل الناس يقول لك لا مش لا دول اللي عندهم لا دول تعبانين، دول خليهم بقى لا خلاص. هي البطولة ديت تطلق نيران التنين. انت قدام تنين بيطلع نار من بقه، اوعى بقى قدام اي حد يحاول ان هو يفكر انه يهز الفرقة دي. طبعا كل الناس اللي هتطلع دلوقتي وتقول لي قصدي الكونفدرالية دي، الفرق دي مش قول اللي انت عايزه. احنا البطولة دي مش في المليون دولار بتوعها ولا في انها فيها فرق عظيمة او مش عظيمة. البطولة دي هي منط للقفز، ان يقفز الزمالك وياخد مكانه بقى. احنا لازم ناخد مكانه. على فكرة اللي انا بقوله ده في مصلحة المنتخب، اللي انا بقوله ده في مصلحة الكرة المصرية. ما ينفعش الكرة المصرية تبقى محتكرة من فرقة واحدة، هي بس اللي عندها اللعيبه، هي بس اللي عندها الامكانيات، هي بس اللي عندها الجمهور، هي بس اللي عليها الاضواء. لا، هذه هي اضواءنا، هذه هي لعيبتنا، هذا هو جمهورنا، هذا هو نادينا. فرقه مش سهله وعمرها ما كانت سهله. انا انبسطت جدا النهارده. كان في حاجات في الاداء وفي التسليم والتسلم والضغط من نص الملعب والكور الثابته والدقه في مش عارف ايه، والمسافات بين اللعيبه، وانه يتساب حتت في الدفاع، وانه خط الوسط ما كانش بيقدر. قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه. يعني هو الاهلي اللي كان عظيم امبارح، بس الاهلي انا رايي زي ما قلت لكم امبارح، كل سنه وانتم طيبين. الاهلي خلص، الاهلي امبارح ال0-0 بتاعه ده، الاهلي خلاص هيجي هنا في استاد القاهره وسط ال200,000 اللي هيجوا زي ال200,000 بتوع الزمالك بالظبط، هيكسب خلاص. الاهلي ان شاء الله خد البطوله زي ما الزمالك الحمد لله خد البطوله. شوف الجمهور، شوف الجمهور زي اوروبا كده، فضل قاعد يشجع وينبسط ويقول للناس متشكرين ويقول للناس انتوا كنتوا عظماء. الجمهور كل ده جمهور زملكاوي موجود من الساعة 1 الظهر في عز نهرة الأيالة واقف ورا الزمالك. الجمهور المخلص، الجمهور بتاع الزمالك الحقيقي. اسمه ايه؟ اسمه جمهور الزمالك الحقيقي، اللي هو بيحب الزمالك، اللي هو بيقف جنب الزمالك، اللي هو عارف يعني ايه زمالك. انا بقول لكل الاجيال التي لم تحضر نهضة الزمالك،
انتوا حضرتوا نهضة بركان. إذا لم تحضر نهضة الزمالك، الزمالك على مدى سنين ما اداش فرصة لأجيال جديدة إنها تأبريشيت، إنها تقدر هذا النادي لمليون سبب. إنما من النهاردة تطلع أجيال جديدة. أنا كل ما ألقى عيل صغير يجي يقرب لي كده، حبيبي أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ يقول لي مش طبعا بعرف هو إيه. طب وأنت يا بابا الأكبر؟ طب وأنت يا ماما؟ أمهم بقى، أصل أنت هتزعل. 5 مثلا، في 5 أهلاوية، في إيه خير؟ ليه؟ لأنه لم يرى. أنا اتربيت على جيل الزمالك العظيم. أنا لغاية كل اللعيبة المحترمة كنت بتفرج عليهم، كنت بتفرج على المواهب، كنت بتفرج على العظمة. أنا كنت قاعد في البيت يوم ما لاعب اسمه فاروق جعفر عنده 16 سنة حط البينالتي في مروان. يوميها قلت أنا زملكاوي بقى. مين ده؟ إيه الولد ده؟ إزاي الفن ده؟ كان فاروق جعفر ده ملك السبعات والثمانيات. انا فاكر حسن شحاته لما لعبوه مدافع وخد الكوره من نص الملعب وراح حط جول. انا فاكر علي خليل لما راح قال الحكم، قال له معلش يا كابتن انا دخلت الكوره من بره، الكوره مش جول. دي لعيبه الزمالك. اخلاق، فن، هندسه. نعم لم نكن الاعظم فنيا، ولكن كنا نحتاج الى هذا التحفيز، كنا نحتاج الى هذه الدفعه، كنا نحتاج الى هذا التاريخ. مبروك الزمالك ومبروك جمهور الزمالك، ومنها لاعلى. وخلي بالك الزمالك جاي، واوعى من الزمالك، وحاسب من الزمالك، واوعى من العو. الكابتن احمد حسام ميدو، اهلا بيك. الو. الف مبروك.